للمرة العشرة والعشرين والتلاتين والمليون والمليون وخمسمائة ألف، الرقم اللي عرضه الزمالك على محمد شريف، بنقول لك يا محمد يا مجدي يا قفشة جميلك على راسنا من فوق. رحمتنا من زيطة، اقسم بالله ما كنت عارف ايه هيحصل ولا عايز اعرف. كسبوا ارتا سولار، فريق مش على الخريطة، ما فيش حد يعرفه غير لاعيبته. بيلعب فيه صلاون كان له هو عنده 38 سنة وهو مشطب بيلعب على الواقف. يا خبر ابيض على الضحك. وزيطة الدنيا مقلوبة، الدنيا مقلوبة علشان راحوا دور ال 32 دور المجموعات في الكونفدرالية اللي هم حصالة اصلا فيها، وكلنا عارفين وهم عارفين ان هم هيبقوا حصالة في البطولة دي. وانا وانت اهو الزمن طويل والمية تكتب الغطاس. ويجي كابتن قصقص يقول لك الاهلاويه بتوع كروت الفكه. كابتن قصقص، انا شحنت كارت فكه عشان ارد عليك يا كابتن قصقص. اصل انت اخرك كام ميجا؟ ما انا مش هشحن باقه راوتر وارد عليك ب 3 4 جيجا. لا، هي اخركم نرد عليكم في كام ميجا كده بس. كارت فكه ب 10 جنيه، هو ده اخركم نرد عليكم بيه. مش هتعب نفسي انا واشحن الراوتر ومش عارف ايه وبقى مش عارف بكام. لا، مش فاضيين. كابتن قصقص بيقول لك امام عاشور في نادي الزمالك خلال ايام تاني بيتحدى جماهير النادي الاهلي. بيقول علينا بتوع كروت الفكه. يا ريت بس يا ريت بس يا ريت يا كابتن طارق السيد تاخد تليفونك. هو انت مكسوف؟ هو انت مكسوف يا كابتن طارق السيد لما تليفونك كده يتاخد او يتنتش؟ هنلاقيه في شارع شاكور هتدوخ عليه. التليفونات غليت دلوقتي. رجع تليفونك يا كابتن طارق السيد، عيب كده. رجع له التليفون، انت ماسك عليه زله ولا ايه؟ انا مش فاهم. فهرد عليك يا كابتن قصقص يا نجم مسرح مصر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بمسي على كل اخواتي الاهلاويه. لايك وشير للفيديو ده علشان مهم قوي قوي قوي. وتعالوا نشوفوا كابتن قصقص ضبش الكره المصريه. بيقول لك ان امام عاشور في النادي الاهلي ومحمد شريف في نادي الزمالك. امام عاشور عفوا هيرجع لنادي الزمالك، وبيقول لجماهير النادي الاهلي يا بتوع كروت الفكه. نسمع الفيديو مع بعض وهنرد عليه. بس خلي بالكم في حاجه عايز اقولها لكم، بعد كده اخش على قصه امام عاشور عشان دي مهمه قوي بالنسبه لي انا. اصحاب الكروت الفكه، على الله الاقي حد فيكم على الصفحه تاني قال لي هرد عليكم بجد. يا بتوع كارت الفكه، يا بتوع المبادئ والقيم، بتوع يا اسس المبادئ والقيم. خلي دي بعد. اللي يقول لك امام عاشور مننا قول له امام عاشور ابننا. فين الناس اللي كانت بتقعد تقول لي انت حلفت بالله؟ قلت ولو مليون جنيه في اليوم. صدقتوا؟ الثلاثه كانوا معايا، بس ثلاثه بس. محمد فضل، امام متعب، حسام غالي، دول اللي عارفين ايه قيم ومبادئ النادي الاهلي. الباقي كله في اسبوع غيروا مبادئهم، بما فيهم الجماهير اللي قال لك صالح سليم مش ناسينه، امام عاشور مش عايزينه. الاسبوع اللي بعده خدوا التعليمات. هتروحوا تقولوا ايه؟ امام عايزينه، امام ابننا. اوكي، هقول الواد امام امبارح بعد ما هد مبادئ وقيم النادي الاهلي وماتت ودفنها، رجع تاني صح الاوجاع. ايه يا امام اللي انت عملته امبارح ده؟ يا ابني احنا بنحبك وانت بتحبنا، احنا عارفين، وانت رايح غصب عننا عارفين والله. بس امبارح انا بقول لك اهو، امام عاشور في نادي الزمالك الفتره الجايه، الا اذا لو الجمهور خد تعليمات. الجمهور ايه؟ خد تعليمات بدعم امام عاشور، وبعض المواقع وبعض الاعلاميين بدعم امام عاشور. لو ما خدوش التعليمات هياخدوا التعليمات الثانيه اللي هي ايه يا قصقص؟ اللي يقول لك امام ابننا قول له امام ابننا. هيقول له ايه بقى؟ امام عاشور مش عايزينه، امام عاشور هيطلع خاين، امام عاشور ما يستاهلش التيشيرت الاحمر، امام عاشور حمدي فتحي احسن منه. بعد ما كل الايه دي اتقلبت بقى امام عاشور مننا، امام عاشور جاي اللي ربيه، حمدي فتحي، امام عاشور احسن من حمدي فتحي، امام عاشور، كل ده هيتقلب الناحيه الثانيه على امام عاشور. عرفتوا يا بتوع الكارت الفكه؟ عرفتوا يا ناس يا اللي بتغيروا مبادئكم في ثانيه؟ لما اقول لكم لو النادي المنافس دفع مليون جنيه في اليوم، امام عاشور مش هيروح ليه؟ عرفت؟ يعني
تخيلوا ان الناس دي كانوا بيتريقوا على الاهلي في 2021 لما خدنا بطولة افريقيا من كايزر تشيفز، وقال لك ايه كايزر تشيفز ده اصلا؟ ده فريق ضعيف، دي بطولة ضعيفة. وكانوا بيقللوا من ايه؟ من دوري ابطال افريقيا، اقوى بطولة في بلدك، اقوى بطولة في قارتك، البطولة اللي انت محروم منها بقالك اكتر من 23 سنة، وبتتريق على الاهلي علشان فرحنا ان احنا خدنا البطولة من كايزر تشيفز، وانت مش عارف توصل حتى نص نهائي، واخر نهائي وصلت له سكعتك فيه يا بائس يا محلي، ومن بعديها رجعت تاني حصالة في المجموعات زي ما معروف عنك، وبتتريق على النادي الاهلي علشان خد بطولة من كايزر تشيفز، وتقلل منها وتقلل من فريق الاهلي بيلعبوا في كاس العالم للاندية، وتقول ده المقاولين يكسبوا، وانت هنا الفرقة اللي المقاولين فعلا كسبها 9-1 انت فرحان طاير من الفرحة وقالب الدنيا وخارب الدنيا في مصر علشان كسبت أرتا سولار ومسمي نفسك عملت ريمونتادا. طب تعالوا كده نشوفوا القصة. أول حاجة فعلا في مفاوضات رسمية بين إدارة الزمالك ومحمد شريف، والزمالك عارض $1.5 مليون على محمد شريف، بنسبة كبيرة ممكن يجي أو ما يجيش، هنشوف أصلا لو انت معاك فلوس الأول. وحتى لو محمد شريف جه له مننا كل الاحترام، ما عندناش اي مشكلة. الراجل قال انا في السعودية، ولكن انا لما هعوز ارجع للدوري المصري، لو الاهلي عايزني انا مش موجود، لو مش عايزني حقه، اكل عيشه، اقسم بالله ما هزعل. وخدوا محمد شريف وورونا هتعملوا ايه، مش تقليلا من محمد شريف لا، ولكن ورينا انت هتعمل ايه. ما انتوا خدتوا كارتيرون اللي احنا كان مديرنا الفني، ومش عارف عملتوا ايه، واي حاجة الاهلي بيعملها بتقلدوه، لكن هل فلحتوا؟ حصالة برضو زي ما انتوا. طب ما تتكلم في مشاكلك يا كابتن قصقص، اتكلم في التصريح اللي قاله مدحت عبد الهادي. محمود علاء في هذا الموقف تحول بشكل غير طبيعي، وما حدث واقعة مؤسفة، قال ألفاظ غريبة لم أسمح بها، ولم يقبل الحل من جانب المدرب أوسوريو. محمود علاء كرر نفس الواقعة بنفس الشكل مرتين أمام كل اللاعبين والجهاز الفني في الفترة الأخيرة. يعني محمود علاء خارب الدنيا شتايم في الجهاز الفني والإداري، وخارب الدنيا في أوضة اللبس في الزمالك، واللعيبة الشباب لما يشوفوا القدوة بتاعتهم بيعمل كده هيبقى أسلوبهم إزاي مع أوسوريو. الدنيا بايظة مع أوسوريو، كل لعيبة الزمالك متآمرة ضد أوسوريو. ما هو بيسمعوا كلام مين؟ بيسمعوا كلام الأسطورة بتاعهم شيكابالا ومحمود علاء. ما هو القصة، ما هو الاشبال هيعملوا زي الكبار عندك ادي اهو، عمالين يشتموا في الاداره والجهاز الفني ومش عاجبهم حاجه، وبيحضروا التمارين بمزاجهم، بس محدش مطلع الكلام ده، محدش بيقول الكلام ده، كل بيقول الزمالك مستقر، الزمالك في استقرار، وفي بلاوي جوه النادي هتطلع، يعني هي المجاري هتطفح لوحدها ما تقلقوش. وبيقول لك لولا غلق القيد وأزمات الزمالك في الفترة الأخيرة لكانت الأمور تغيرت مع بعض اللاعبين. يعني القصة مش في محمود علاء لوحده، يعني تخيلوا إن هم جاي يرجعوا محمود علاء برغم البلاوي دي وبرغم إخفاقات محمود علاء، واحتضنوه وقال لك هيرجع وابننا وهندعمه، وشتم فيهم. ومش هو لوحده، ده بيقول لك لولا أزمة النادي لكان محمود علاء وبعض اللاعبين ما كانوش هيبقوا في النادي، مش هيستمروا في النادي. فتعرف ان في بلبلة وفي فضايح وفي بلاوي بتحصل في لعيبة نادي الزمالك داخل اوضة اللبس، وفي اعتراضات على الجهاز الفني، واعتراضات بطرق مشروعة وغير مشروعة، ولكن السكوت علامة الرضا، محدش بيتكلم علشان الأزمة. الذي لا يعرف قيمة نادي الزمالك ليس له مكان بيننا. لا يا شيخ، لا يا شيخ، الله يرحمك يا كابتن صالح سليم، كان يحصل مشكلة زي دي بره كلكم وتعالوا يا ناشئين، وكسبناكم بالناشئين، ساعتها خدنا الكاس. ما عندناش حاجة اسمها مشاكل نادي فنلم الدنيا، لا، الأهلي ما بيلمش الدنيا، اللي بيغلط بيتعاقب. وهنشوف ادينا انا وانت، هو ورينا امام عاشور ازاي هيبقى في نادي الزمالك يا كابتن قصقص. سلام.